دخلت على بنوتي لقيتها عامله لنا الاكله الجميله ديت، قلت لها لازم اصور فيديو بالاكله الجميله اللي انت عاملاها لنا ديت، وهي مستنيه رايكم في التعليقات. ما تنسوش تحطوا لها لايك وتقولوا لها رايكم ايه. الاكله الجميله اللي عملتها لنا هي كبسه بالفراخ من غير ولا عظم ولا دهون. عملت ايه بقى؟ حطت بصلايه كبيره مع معلقه سمنه. البصلايه خدت لون ذهبي، نزلت بالفراخ وفي قرن فلفل اخضر حامي وليمون لومي وعود قرفه. نقلب الكلام ده كله مع بعض، وهننزل بعصير طماطم. طبعا حطينا فلفل اسمر وتوابل كبسة. الكلام ده كله هنقلب مع بعض ونخليه يتسبك. أكلة جميلة في منتهى الجمال، بجد حلوة جدا جدا وخفيفة. هي اتسبكت معانا، هي كنا غاسلين الرز البسمتي وسايبينه كده نقعينه في المية لحد ما يجي دوره. في الوصفة بتاعتنا نزلنا بيه على التسبيكة الجميلة اللي احنا عملناها مع الفراخ. نقلب كده الكلام ده كله مع بعض، ونكون مجهزين شوربة عشان خاطر نكمل بيها تسوية الرز. او لو مش عندك شوربة تجهزي مية ومرقة دجاج. هي بتقلب وانا بحط لها الشوربة، بزود لها الشوربة وبصورها في نفس الوقت وبشجعها. بجد والله طلعت من اجمل الاكلات اللي سما عملتها لنا. بصوا بقى كده بنفضل نقلب كده. لو احنا مش معايرين بمعيار هنقلب كده لحد ما المعلقة كده تبتدي ان هي تبقى خفيفة معانا في الحلة. كده خلاص هنستكفى بمقدار الشوربة اللي احنا هننزله، ونسيبها بقى كده تغلي. نروح موطشين النار ونسيبها تستوي. وبعد ما استوت بقت معانا بالشكل الجميل ده، رز سواه ممتاز وطعمها في منتهى الجمال واخده لون حلو جدا. وصفة سهلة وبسيطة، مكوناتها موجودة عندنا في البيت: بصلاية كبيرة، معلقة سمنة، الفراخ بتاعتنا نكون غسلينها كويس، نزلنا بتوابل الكبسة والليمون اللومي والقرفة العود وفلفل أسمر بس كده، والطماطم تسبكت معانا. نزلنا بالرز بتاعنا البسمتي المنقوع وبقت معانا الأكلة الجميلة دي. فراخ مستوية ورز مستوي وكله تمام. عملت لنا السلطة الحارة، عبارة عن طماطم، توم، فلفل أسمر، ملح، خل، ليمون، فلفل أخضر حامي. بنضرب ده كله مع بعض في الكبة، بيعمل لنا السلطة الحارة الجميلة ديت. بجد جربوا الوصفة في منتهى الجمال. وما تنسوش تعملوا تعليق جميل لسما تشجعوها تعمل لكم أكلات جميلة كده معايا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.